اهلا وسهلا بكما. بطبيعه الحال كان خيبه امل كبيره البارحه على المنتخب المغربي امام جنوب افريقيا. للاسف المغرب لم يحسن التعامل جيدا مع المباراه رغم الافضليه الفنيه، ولكن الافضليه التكتيكيه كانت لمنتخب جنوب افريقيا الذي تمكن من الانتصار، اضافه الى البطاقه الحمراء لسفيان مرابط وبعض الاخطاء التكتيكيه للمدرب وليد الركراكي، منها اشراك مزراوي اساسيا اثرت في بعض الامور. للاسف دائما اقول ان التعامل مع كاس افريقيا يختلف مع كاس العالم. ظروف افريقيا مختلفه ربما عن ظروف كاس العالم، والكوت ديفوار مختلفه عن قطر، لهذا التعامل يجب ان يكون مختلف. هناك ظروف رياضيه وغير رياضيه، هناك الطقس مختلف، درجه الحراره ايضا الرطوبه عاليه جدا. لهذا اعتقد ان المنتخبات العربيه مستقبلا يجب ان تكون جاهزه اكثر للتعامل مع البطولات الافريقيه، لان الظروف مختلفه كما قلت. تاريخيا المنتخبات العربيه لم تحسن التعامل جيدا في البطولات التي تقام في ادغال افريقيا وبعيدا عن شمال افريقيا. حتى المغرب اعتقد بنسخه اثيوبيا 76 في اديس ابابا لم يكن جيدا كلما لعب خارج شمال افريقيا.